كتل الثلوج تحتجز السيارات في خميس مشيط. وثق مقطع فيديو متداول تعرض محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير لبردية قوية، ما أدى إلى احتجاز السيارات في المنطقة وتضررها. وأظهر الفيديو عددا من السيارات المحتجات بحي الوسام بسبب كتلة البرد القوية التي ضربت المنطقة بعد هطول الأمطار الغزيرة وزخات البرد الشديدة. وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدي من مدى للرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة للرياض وللشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق نجران جازان، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والحدود الشمالية.